يا ابيض يا اسود، ينجح جدا يا افشل خالص، يا كامل يا ولا حاجه، يا الناس كلها تحبني يا محدش يبقى طايقني. التفكير ده بيتعبك عشان الحياه مش امتحان صح وغلط، مش نتيجه 100% او صفر. اوقات بتنجح بنسبه 40%، بس ال40% دي احسن من صفر خوف. اوقات بتغلط، بس الغلط مش نهايه، الغلط ده جزء من الطريق. المشكلة انك عايز تبقى نسخة مثالية فورا، ولو ما وصلتش تكسر نفسك. طب هو ليه دايما شايف نفسك في أقصى زاوية؟ ليه مش شايف المنطقة اللي في النص، المنطقة اللي فيها تطور، المنطقة اللي فيها محاولات، والمنطقة برضو اللي فيها إنسان طبيعي بيتعلم؟ مش لازم تبقى كامل عشان تبدأ، ومش لازم تبقى فاشل عشان اتلخبطت مرة. الحياة درجات، مراحل، خطوات صغيرة، مش زرار هو على فكرة اون واوف، مش بمزاجنا. لو مش ابيض قوي ده مش معناه انك اسود، ممكن تبقى رمادي على فكرة، والرمادي ده بداية النور. الرسالة المهمة اللي انا قصدي اوصلها لك ان الحياة درجات، مش يا كل حاجة يا ولا حاجة.